في بداية اليوم علي كان قاعد مع أمه فأمه قالت له: يا ابني، قوم ذاكر الامتحانات قربت. فافتكر أن في ماتش لبرشلونة كمان ساعة فرد وقالها ماشي قايم. دخل علي ألده وبدأ يذاكر لغنيه. لما عدت ساعة وبدأ المية. علي شغل المية فأمه دخلت عليه وقالت: هو أنا مش قولت لك ذاكر؟ رد وقالها: أنا كن بذاكر ولا بس أنتي اللي دخلتي في الوقت الغلط. فأمه اتضويقت وبتتصل بأبوه وتقول: ابنك مش بيسمع الكلام. فأبوه قالها: خليه يتفرج ويكمل بعديها مذاكرة. فعلي بيبتسم وبدأ يركز للماتش. أمه قفلت التلفزيون علي فزعق وقال: وربنا لأنزل أشوفه تحت. نزل علي وقابل ميدو وقعدوا على الكافية. يفتح المية على التلفزيون فميدو بيستفزها ويقول: مش هتكببوا. فقام علي ضرب ميدو على كتفه ويقول: مش ناقصاك شد بلاستر. وقتم. فميدو بيضح ويرد باستفزاز: أنا مش هتغير وهفضل مستفز كده. علي قاله: أنا مش قولتلك اسكت، عايز أتفرج على المية. ميدو سكت وضحك ضحكته المستفزة. وعلي متوتر عشان فريقه مجابش جون لغنيه دلوقتي. علي وميدو يقوم فميدو يرد ضربة لعلي. على غفلة راح علي يقع على راجل غريب والتليفون يقع من أيدي الراجل ويكسر التليفون. فراح الراجل قام يمسكهم وقالهم: مش هتمشوا غير لما التليفون يتصلح. سامعين عشان مش ناقصه لعب عيال. راح علي وميدو يحاول يفلتوا. يجروا وخرجوا من الكافية للشارع وجريوا. علي وميدو بيجروا زي الطلقة وبيضحكوا وعلي بيقولون له: يا خربيتك كانت تلابسني حق تليفوني ده، أنا أهلي على البلاطة وهيودوني دار أيتام عشين مش لاقين يأكلوني. وصلوا الشارع بتاعهم. علي يقول لميدو: ربنا يسامحك يا شيخ، امشي بقا، مش عايز أشوفه وشكنها أدهم. كفاية اللي حصل. ميدو يضحك ويقول: يعم خلصانه سلام يا زميلي. علي غمزل وقالوا: أهو أول يوم كده أمال بقية الأيام عامله أزئي.